السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين، ازيكم يا احلى متابعين. ان شاء الله دايما تكونوا بخير وبالصحة متمتعين. النهاردة معانا مكونات سهلة بسيطة زي ما انتم شفتوا معانا. مقادير البسكوت الجميل، البسكوت الهش، بسكوت البرتقال اللي تعمليه وانت مغمضة، بدون حلفان. والله طعمه تحفة 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 وجميل، يا ريت يعني تجربيه ومش هتندمي انك هتعمليه. معانا كوباية طبعا زي ما انتوا شفتوا المقادير الاول، مفيش بيض، مفيش طبعا زيت، مفيش زبدة، مفيش اي حاجة غير اللي هو السمنة وكوباية العصير، وطبعا عصير برتقال. ما عندكش برتقال، جيبي طبعا ايه، جيبي اللي هو التانج ب5 جنيه تانج، وهتعملي مني، هتاخدي مني معلقة وتحطيه طبعا تدوبيه في كوباية الا ربع، وبس كده. يعني سمنة وسكر وبرتقان، هنعمل احلى بسكوت. زي ما انتوا شفتوا معانا نص المج السكر المطحون البودر، معاه طبعا المج اللي هو الفنجان الصغير سمنة، سمنة جامدة زي ما احنا في الشتاء دلوقتي. طبعا السمنة جامدة، وهنضرب طبعا السكر والسمنة كويس لحد طبعا ايه ما تبقى كريمي، يعني السكر يدوب في السمنة وتبقى طبعا ايه كريمي. اضربيها جامد، علشان طبعا ايه كل ما تضربيها هتديكي طبعا ايه حلاوة في البسكوت بتاعك، يعني هيبقى هش وحلو وجميل طبعا. تابع معايا للآخر. وطبعا في سر كده وتكات للبسكوت تحطيها فيه، هيطلع معاكي مقرمش وطعمه خطير خطير. كده انا تضربي فيه بالمضرب، لازم طبعا بالمضرب، او تضربيه بالمضرب اليدوي عادي، السمنه والسكر لحد ما يتجانسوا مع بعض. وبعد كده تنزلي بالعصير، انا عصير تانج يا جماعه، مش برتقان. يعني التانج، او مثلا ما عندكش تانج وحط برتقان، ده بس انا حطيت التانج ده علشان بيعزز اللون نفس ريحه البرتقان. كمان عايزه تحطي برتقان وتحطي ريحه البرتقان حطي براحتك، ده اختياري. بس كده عملنا البسكوت السمنة والسكر وضربناه كويس زي ما انتوا شفتوا كده واتجانسوا مع بعض. هنزل عليهم بعصير التانجة وعصير البرتقال بتاعي. طبعا مش هيختلط علشان ده سمنة، ومش هيتجانسوا مع بعض نهائي، بس احنا عايزين الطعم اللي بيدينا نكهة البرتقال. يعني ممكن كده استكفيتي خلاص تقلبيهم بالمعلقة، بس انا حاولت اضربهم برضو طبعا ايه، وبعد كده لغيت المضرب وحركتهم او قلبيهم بالمعلقة كوباية الا ربع، يعني مش كتير، كوباية الا ربع. هنقلبهم مع بعض وهننزل واحدة واحدة، وبعد كده ايه هننزل عليهم بالدقيق. الدقيق زي ما انتم متعودين، الدقيق كنت نخلاه مرة واتنين وتلاتة، يعني علشان تنخليه، لو كنت مش نخلاه لازم تنخليه كويس. طبعا عشان عارفين احنا ان مكونات دي لما يكون منخول بيدينا طبعا ايه نجاح مضمون في اي حاجة بنعملها. كده خلاص انا هستكفى واحط طبعا ايه، هجيب الدقيق بتاعي وهنزل عليه بالدقيق. طبعا هجيب الدقيق ورشة الملح شيء اساسي، وبعد رشة الملح هنجيب طبعا ايه، هنجيب كوباية من الدقيق. يعني كوباية يا جماعة، كوباية والله هتعمل لنا الطبق اللي انتوا شفتوه في البداية. طبعا طعمه تحفة 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 تحفة. ومعايا طبعا الشيف كيك او البيكنج باودر، هتحط معاه، يعني هتحط نص معلقة، معلقة الشاي الصغيرة او نص المعلقة الكبيرة، مش هتحطي اكتر من كده، مش عايزين كتير علشان هو يعني لو انت ما حطيتش خالص برضو هيبقى معاكي حلو وكويس، بس ده هيزيد يعني ايه، هيخليه مرتفع او هيتنفخ. هنحط طبعا نص المعلقة، وطبعا في معلقتين هتحطيهم اساسي للبسكوت، لو انت ما حطيتهمش هيفضل معاكي ايه كده، حطيت على سن المعلقة مش كتير. هقلب كل المكونات دي وهروح وهجيب رشة الملح، وهجيب معلقتين اللي هما سر قرمشة البسكوت بتاعك. كده هقلب كل المكونات بتاعتي، وهشوف طبعا يا ترى الكوباية تكفي كل المكونات السائلة دي ولا لا. لو ما كفتش طبعا هجيب نص كوباية تاني وهنزل عليها حبة حبة، يعني مش هحط نص الكوباية لأنه مش هياخد نص الكوباية، يعني مقدار هياخد معلقتين تاني. يعني لو الكوباية بتاعتك مليانة هرمية كده مش هتحتاجي تاني، يعني هي كوباية دقيق بس مش أكتر من كده.
بس انا هحتاج ان انا ما خليتش طبعا الكوبايه هرميه، هحتاج معلقتين تاني اضافي، يعني هنزل عليهم واحده واحده بس. وانت برضو خلي بالك، لان البسكوت عايزين عجينته بتلزق سنه او طري شويه، علشان مش عايزينه تخين، لان التخين بيتعبك وانت بتقطعي فيه، مش بيديكي نتيجه حلوه برضو، فلازم يكون بيلزق معاكي شويه. بيختلف السمنة، وبيختلف طبعا الزبدة، لازم هما الاتنين دول المعلقتين بتوع النشا، معلقتين يا جماعة نشا، معلقتين زي ما انتوا شفتوا، مش مليانين هرمين، معلقتين ممسوحين عاديين. بس كده هانزل طبعا. وزي ما انتوا عارفين ان البسكوت مش محتاج عجين، هو مجرد ما السوائل كلها تختفي والدقيق يشرب السوائل، خلاص كده نستكفى ونشوف هنعمل ايه تاني. كده العجينة بتاعتي لينة، ان الدقيق بتاعي مش قد الكمية بتاعت المواد السائلة. هجيب شوية دقيق تاني وهلفه كده بالراحة. طبعا كده هنزل عليه بايدي كده، حاسه ان انا لازم اشوف طبعا العجينه بتاعتي بايدي. كده انا جبت نص الكوبايه، هنزل عليها بمعلقه معلقتين مش اكتر من كده. زي ما انتوا شايفين هدخل كده بايدي وهلف العجينه لف، وهشوفها طبعا علشان تبقى لازقه في ايدي او تبقى طريه. بس كده. كل يعني ما غرمتيش اي حاجه غير يعني اللي هو ال5 جنيه تانك بس، مش اكتر من كده. عندك السمنه وعندك الدقيق، هتعملي احلى بسكوت في بيتك. هنعمل ان شاء الله برضو بسكوت النشادر، وان شاء الله هنعمل بسكوت البيض. وهنشوف طبعا مقارنة بين البسكوت اللي بالبرتقال أو بعصير التانك، ونشوف طبعا البسكوت بتاع النشادر. إن شاء الله برضو الوصفة دي تعجبكم والله، وسهلة واقتصادية وسريعة وفي متناول الجميع. يعني عارفين إن دلوقتي الموسم بتاع البرتقال مش هيغرمك حاجة، لو برتقانتين هتعصريهم وتصفيهم كويس وهتعملي بيهم طبق البسكوت ده، هيبقى أحلى بسكوت من إيدك. كده خلصنا العجينة، كده لازم اخليها لينة او بتلزق سنة يا جماعة، انا مش عايزاها طبعا ناشفة زي ما انتوا عارفين. كده خلصت العجينة بتاعتي وخلاص كده، العجينة شربت الدقيق وبقت زي ما انتوا شايفين بتلزق. وانا كده بلفها واجربها طبعا كده مظبوطة. وانا مش عايزة تاني اكتر من كده، خلاص هسيبها ترتاح بس كده 5 دقايق، واروح طبعا اشكلها. شكليها براحتك، شكليها طبعا بالمكنة، شكليها طبعا بالكيس الحلواني، شكليها طبعا باللي انت عايزة تشكليه شكليه. انا طبعا جربت الكيس او الغطا بتاع الزجاجة ده وعملته، وانتوا هتشوفوه دلوقتي، لانه صراحة ما حبيتش اطول معاكم في الفيديو، علشان علشان ما اطولش عليكم في الفيديو. جربت طبعا الغطا ده وطلعت برضو كويسة وحاجة حلوة وممتازة. بس كده طبعا انا سبتها ترتاح واروح اشكلهم، وطبعا هتشوفوهم يعني جميل والله، وطلع كمية حلوة زي ما انتوا شايفين. ادي الكمية اللي طلعها كانت حلوة وتحفة فعلا. يا ريت طبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، فضلا وليس امرا، وده كرم منكم. وطبعا بقول لكل اللي بيشاهدني لأول مرة، ما تنسانيش باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وكومنت حلو جميل زيك. طبعا كده خلصنا كل الكمية بتاعتي، شايفين الكمية كوباية دقيق والله، يعني مش اكتر من كده، ما غرمتيش كوباية واحدة بس يا جماعة، طلعت لي الكمية دي كلها، ما شاء الله يعني كمية كبيرة. وده بغطا الزجاجة والله، عملته كده وجربته وطلع يعني حلو وتحفة. بس للأسف برضه ما بيستحملش الكيس، يعني أنا حطيت غطا الزجاجة لقيته طبعا طبعا ما بينفعش، فبقيت اضغط عليه زي كيس الحلواني، فبرضه طلع نفس الشكل، بس برضه هو حلو يعني. بس المكنة أسهل وأسرع، أو المكنة طبعا بتوفر عليك طبعا المجهود. كده طلعنا ادي البسكوت بتاعنا، طلع هش وجميل ومقرمش، وطلع تحفة زي ما انتوا شايفينه. ويا ريت طبعا والله فعلا تجربيه، مش هتندمي انك هتعمليه. طبعا لو هتجربيه يا ريت، وطبعا ما تنسينيش باللايك والاشتراك في القناة. كده البسكوت بتاعي شايفين يعني واخد لون بره وجوه، وما اقولكيش الطعم تحفة، وكان سخن
وبرضه طلعته لكم وشايفين. يعني هو بسكوت تحفة 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 وطعمه روعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.